السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فتيرحو، فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الكيك طبقات، كيك رايبي والكريم باتيسير اللي يجي كيك زوين ديال هذا الوقت هذا مبرد. مكونات سهلة وبسيطة، غادي تحضروا احسن كيك. نتمنى تتبعوا المقادير وطريقة التحضير وهكذا ان شاء الله باش تجربوها وتنجح معكم. كيف تعودتوا دائما في الفيديوهات ديالي كنشارك معكم الشكل النهائي ديال الوصفه، عاد كندوزوا المقادير وطريقه التحضير. هاد الكيك هذا حضرته بالكيك ديال 7 معالق اللي كيكون سهل، المكونات ديالو واضحين وبساط. كيف كتشوفوا كيجي كيك اللي زوين، الطبقات ديالو باينين وواضحين. ندوزوا المقادير وطريقه التحضير ديال هذا الكيك هذا. بسم الله على بركة الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المقادير غادي ناخذ واحد الإناء، غادي نضيف فيه قرصة الملح، غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني، 2 حبات ديال البيض يكون حجم كبير، وغادي نضيف 7 المعالق كبار ديال السكر خاشن. ومن بعد غادي نطرب الطرب الكهربائي مزيان حتى كيبيض عندي الخليط. هاد الكيك هذا كيجي زوين صراحه، كيجي خفيف وتقدروا تعتمدوه في جميع لي كيك طبقات. تقدروا ديروه بالفاني، كيف تقدروا انكم تنقصوا واحد الملعقه ديال الدقيق وتعوضوها بملعقه ديال الكاكاو ممتاز الا كنتو بغيتو ديروا الكيك يكون بالكاكاو. هنا غادي نطرب المكونات مزيان مزيان حتى كيبيض عندي الخليط، ومن بعد غادي نزيد باقي المكونات. من بعد ما بيض عندي الخليط البنات، راه غادي نزيد 7 المعالق ديال الزيت. دائما المعالق يكون حجم ديالها ملعقه كبيره. كنضيف ملعقه بملعقه وانا مستمره في الخلط. ومن بعد غادي نضيف 7 المعالق كبار ديال الحليب، يكون بدرجه حراره المطبخ. انا الحليب راني كنت عبرته من قبل صافي. كنضيفه دائما مستمره في الخلط وانا كنضيف السوائل. دابا غادي نتوقف بالخلط وغادي ندير الدقيق مع خميره الحلويات. كيف شفتوا البنات، كما قلت لكم هذا الكيك يعني المكونات ديالو بساط. كنديروا 7 المعالق ديال السكر، 7 المعالق زيت، 7 المعالق حليب، و7 المعالق ديال الدقيق. هنايا دائما الدقيق كنغربلوه في المرحله الاولى وكنغربلوه في المرحله الثانيه، ملي كنضيفوا الدقيق مباشره على الخليط ديال الكيك هكذا باش كيجينا الكيك مرغوي وكيجينا الكيك اللي يكون خفيف. هنايا ضفت 4 المعالق ديال الدقيق، غربلتهم كما شفتوا البنات. كنخلط ومن بعد غادي نضيف واحد الملعقه صغيره من الخل، غادي نضيف واحد الساشي ديال خميره الحلويات فئه 8 غرام، وغادي نزيد 3 المعالق كبار ديال الدقيق هكا باش نكمل القياس ديال 7 المعالق. دابا غادي نزيد 3 المعالق ديال الدقيق. انا في المرحله الاولى كنت درت 4 المعالق ديال الدقيق، دابا نديرو 3 هكذا باش نكملوا 7 المعالق. وغادي نخلط غير بالفوي، ومن بعد غادي نفرغوه في واحد المول اللي كيتحل من الجوانب. دائما المول يكون مدهون بالزبده مزيان مزيان وكنرشوه بالدقيق. وانا اخواتي دائما ملي كان نبغي ندير الكيك، راه في المرحله اللي كنبغي نضيف فيها
الدقيق للخليط ديال الكيك. ديك المرحله عاد كنمشي كنشعل الفرن. من بعد ما ضفت المكونات كاملين كيرجع عندي خليط الكيك بهذا القوام هذا. صافي دابا راه غادي نفرغو في واحد المول كيف قلت لكم. ودائما هاد المول كنضيفو فوق واحد المقله اللي كتكون ثقيله او لا تكون ثقيله، وعاد غادي ندخلو الفرن. غادي ندخلو الفرن دائما الطياب ديال الكيك كتكون النار مهيله، وكنخلوه يطيب على خاطره، ما كنفتحوش عليه حتى كدوز 20 ولا 25 دقيقه. كنشمو الريحه ديال الكيك، كتكون الريحه اللي واضحه وزوينه، ومن بعد راه كنمشيو كنفتحو عليه. صافي كنخلوه حتى كيتحمر وكنخرجوه وكنخلوه على جانب. هنا ها هو الكيك البنات من بعد ما خرجته من الفرن كيف كتشوفوا راه كيجي خفيف. كتضغطوا بصبعكم كتحسوا به باللي خفيف ومفشفش. خليته على جنب، ودابا غادي نمشي نوجد معاكم الكريم باتيسير اللي خديت هنايا. داك نصف لتر ديال الحليب نصف لتر ديال الحليب هو خديت منه دوك 7 المعالق ديال الحليب ضفتهم في الكيك، والباقي الحليب راني ضفته في واحد الطنجره. الا كان عندكم الحليب يعني بالزيت راه تضيفوا نص لتر في هذه الكريمه كامله. هنا درت 3 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي ندير 3 المعالق ديال الكريم باتيسير مع نصف لتر ديال الحليب. غادي نخلط كلشي بارد في بارد، ومن بعد نضيفوه على نار اللي تكون مهيله، وانا مستمره في الخلط حتى كيعقد عندي الكريم وكيغلي. ضروري الكريم باتيسير خصو يغلى. هنا ضفتو مباشره فوق الكيك. الكيكه انا ما سقيتها ما والو، تقدروا تسقيوها الا كنتو بغيتوها تجيكم مسقيه. انا كنفضل انني نخليها بحال هكذاك، لاننا ضفنا الكريمه ضرايبي والكريم ديال الكريم باتيسير. نخليو الكيك هكذا ناشف احسن. انايا خديت واحد الطنجره درت فيها 3 المعالق ديال سنيده، درت فيها 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير و4 ديال رايبي. تقدروا تضيفوا غير 3 ديال الرايبي، واكيد الا ضفتوا 3 رايبي غادي تنقصوا واحد الملعقه ديال السكر. خلط كلشي بارد في بارد، ومن بعد ضفتو على النار، وانا مستمره في الخلط بالفوي على نار مهيله حتى كيعقد لينا الخليط، وضروري خاصو يغلى. كيف كتشوفوا البنات ها هو الخليط يعني ثقل عندي، وضروري كما قلت لكم خصو يغلى. من بعد كنفرغو مباشره من فوق داك الكريم باتيسير. واكيد الكريم باتيسير راها جمدات عندي وبردات. عاد كنمشي كندير الكريمه ديال رايبي. نحاول نهز بحال هاد الطريقه هذه، نخبط التبصيل مع الارض هكذا باش كتجي طبقه متساويه. صافي كنخليه حتى كيبرد يعني فوق طاوله العمل، ومن بعد راه كنغطيه مزيان، كندخل للثلاجه وكنخليه يرتاح ويبرد على خاطره. وبحال هاد الانواع ديال الكيك من الاحسن ديروه في الصباح وتخلوه يعني الصباح كامل حتى العشيه وتاكلوه، اولا ديروه ليله قبل والغد ليه عاد تاكلوه. هنا من بعد ما برد ليا الكيك صافي خرجته، زينته بالفرامبواز وزينته باللوز كونكاسي محمر، ومن القليل من ورق الذهب. كيبقى دائما التزيين على حسب المتوفر عندكم في الدار وعلى حسب الرغبه ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي شاركته معكم اليوم. كنتمنى البنات يعجبكم، كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم ان شاء الله. غتبعوا المقادير وطريقه التحضير اخواتي، واكيد ان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه. انا غنقطع معكم واحد الطرف هكذا باش تشوفوا كي كيجي من الداخل. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا الطبقات الواضحه، وكيجي بارد وديال هذا الوقت هذا. كنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله. ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه وباللايكات ديالكم. بارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء، واللي اول مره يشوف القناه نتمنى يدير ابوني ويفعل الجرس هكذا باش يوصلوا كل جديد.
خليكم مع الصور النهائية ديال الكيك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.